السلام عليكم متابعي الكرام، سعيدة بلقياكم من جديد في قناتي وقناتكم وصفات تسنيم. جيتكم اليوم فيديو جديد من نوع اخر اللي غادي نديكم باش تكتشفوا واحد المحل ديال بيع الاجهزة المنزلية. في هذا المحل غادي تلقاو اخر صيحات الاجهزة المنزلية وتخفيضات خيالية. صراحة هذا ماشي اشهار، وانما انا مشيت تقديت عند هذا المحل وعجبني التعامل ديالهم والتسهيلات في الاداء، وعاد باش كيشرحوا لك مزيان قبل ما تاخدي اي منتوج، بحكم ان عندهم اشخاص ذو مستوى ثقافي عالي بخصوص هذا الميدان. يعني قبل ما تاخدي اي منتوج كيشرحوا لك مزيان الحاجه قبل ما تاخديها. اللي عجبني بزاف في هذا المحل ان متوفرين عندهم لي مارك كاملين اللي تقدروا تقلبوا عليهم. ما لقيتوهاش في شي بلاصه غادي تلقاوه في هذا المحل بالضبط، اللي كيتواجد في مدينه الدار البيضاء. إلكترو صفيحه اللي عنده عده فروع في المغرب، اللي من بينهم مكناس، فاس، طنجه والدار البيضاء، دار بوعزه ومراكش. والمغازه سنترال هي اللي في مكناس. اما بالنسبه لهذا المغازه اللي كنصور لكم انا غتلقاوها في مدينه الدار البيضاء، شارع القدس، رقم 543، اقامه الاحفاد سي عين الشق. ورقم الهاتف غادي نذكروا لكم هنا وغنخليه لكم حتى في صندوق الوصف: 0522 87 14 73. وبالنسبه للمعلومات الخاصه بهذا المحل اللي من بينهم رقم الهاتف ولوكاليزاسيون ديال جميع الفروع وموقع التصويت وروابط التواصل الاجتماعي الخاصه بهم، غنخلي لكم هذه المعلومات كاملين في صندوق الوصف. اليوم خصصت لكم هذا الفيديو لكل ما يتعلق بالثلاجات، وباقي غنزيدكم فيديوهات اخرى في نفس المحل إلكترو صفيحه فيما يخص لي فيسيل ولي ماشين لافي واجهزه اخرى. هذا الفيديو بالضبط غادي تلقاو فيه جميع المعلومات اللي غتخصكم قبل ما تشريو الثلاجه، بحكم اننا كنختاروا ثلاجتنا لعده معايير تقنيه اللي من بينهم الحجم المطلوب، استهلاك الطاقه واللون والضمانه والماركه الى غير ذلك. في هذا الفيديو غادي نتطرق لجميع المعلومات اللي غادي تخليكم تختاروا ثلاجتكم وانتم مرتاحين. وفي هذا الفيديو غتلقاوني صورت لكم بزاف الانواع اللي مطلوبين دابا في السوق بالاثمنه ديالهم، بجميع المعلومات اللي غتخصكم بخصوص هاد الثلاجات. خليكم معايا حتى الاخير، وما تنساوش الا استفدتوا من هذا الفيديو بارطاجيوه مع ناس اخرين باش كلشي يستافد. المعيار الاول اللي غادي ننصحك به سيدتي انك تختاري لا مارك اللي انت كترتاحي ليها ولا مارك اللي انت كتثقي فيها. من بعد ما اختاريتي لا مارك اللي انت كترتاحي ليها غادي نطرقوا المعيار الثاني اللي هو الحجم المطلوب. كنوصيك سيداتي قبل ما تمشي تشري ثلاجتك ضروري خصك تكوني واخده معك العبارات ديال الابعاد اللي هو الطول والعرض والعمق اللي هو البروفوندور، وما تنسيش حتى الارتفاع ديال البلاصه اللي انت غادا تركبي فيها ثلاجتك. والمعيار الثالث انك تشوفي سيدتي الحجم الاجمالي باللتر كما كيتوضح لكم في الصوره عندي هنا، حجم المجمد وحجم المبرد. هنا غادي تجمعوا الحجم ديال المبرد وديال المجمد باش يعطيكم الحجم الاجمالي. وكاينين بعض الثلاجات اللي كتلقاو فيهم الحجم الاجمالي مجموع، يعني ما مفرقينش بحال هكا الحجم المجمد بوحدو والحجم المبرد بوحدو، كتلقاو حجم واحد اجمالي. والمعيار الثالث اللي هو استهلاك الطاقه اللي بزاف الناس كيعتبروه المعيار الاول اللي انا من بينهم. اول حاجه كنقلب عليها هي استهلاك الطاقه. كما كيتوضح لكم في المبيان انا عطيتكم مثال في هذه الثلاجه عندي A+، يعني الرتبه الثالثه في استهلاك الطاقه. يعني كون كانت A3+ غادا تكون اقتصاديه جدا، كون كانت A2+ غادا تكون اقتصادية من الدرجة الثانية، ولكن عندي A+ يعني اقتصادية من الدرجة الثالثة. وقد ما هبطنا لتحت قد ما وصلنا لهذوك الخطوط الحمرين قد ما كانت الثلاجة كتستهلك الضوء بزاف. وهنا ما ننصحكمش بالثلاجة اللي كتكون كتستهلك الضوء. يعني الا كنتو باغيين تاخدوا الثلاجه حاولوا ما امكن تاخدوا A3+ ولا A2+. حتى A+ راه شويه مزيانه، وانما A3+ هي من الدرجه الاولى. والمعيار الرابع اللي هو الماركه. سيداتي كنصحك ان هذا المعيار مهم جدا، انك قبل ما تاخدي ثلاجتك اختاري لا مارك اللي انت كترتاحي فيها باش ما تندميش على الثلاجه ديالك من بعد.
المعيار الخامس اللي هو الصوت او الذبذبات. نبغيكم تركزوا على هذه النقطه بزاف، حيت كاينين بعض الثلاجات اللي كيديروا الصوت مجهد او لا الازعاج. هذا النوع من الثلاجات بالضبط ما محبوبينش عند بزاف ديال الناس، لا سيما بالليل ملي الانسان ناعس وكيبغي الهدوء والثلاجه كدير ليه صداع. يعني بزاف الناس ما كيتقبلوهاش. حاولوا تركزوا على هذه النقطه حتى هي. والمعيار السادس الاستهلاك الطاقي السنوي. عطيتكم مثال، في هذه الثلاجه عندي 295 كيلو وات ساعه في السنه. هنا كيبان لكم طالع بحكم ان المعيار اللي وريتكم قبيله ديال استهلاك الطاقه عندي A بلس، يعني الدرجه الثالثه في استهلاك الطاقه. يعني نورمالمون غادي يكون الاستهلاك الطاقي السنوي حتى هو طلع. لهذا من الاول الا بغيتوا تاخذوا ثلاجتكم خذوها A3 بلس باش هكا يكون عندكم استهلاك الطاقه منخفض. والمعيار السابع اللي هو الضمانه او لا غارونتي. الضمانه كتنقسم لقسمين، الضمانه ديال لا مارك والضمانه ديال الموتور. كما كيتضح لكم هنا في الصوره 10 سنين ديال الضمانه، هذه خاصه بالموتور فقط. يعني في ظرف هذيك ال10 سنين الاولى الا خسر الموتور هما كيتكلفوا لكم كيعوضوا. كاينين بعض الثلاجات اللي فيهم 20 سنه اللي هما جدادين دابا ولاو في السوق. هاد الثلاجات اللي فيهم 20 سنه هذه خاصه بالموتور فقط. اما اللي خاص بالثلاجه ككل هي عموما كيديروا فيها ضمانه سنه فقط. يعني السنه الاولى الا خسرت لك شي حاجه في ثلاجتك هما كيتكلفوا كيعوضوك اولا كيصاوبوا لك. ولكن من مورا هذيك السنه الاولى كتبقى غير الضمانه ديال الموتور. والمعيار الاخير اللي هو اللون. ربما هذا المعيار ثانوي بالنسبه لبزاف ديال الناس، لكن كاينين بعض السيدات اللي كيفضلوا يجهزوا المطبخ ديالهم بلون موحد في جميع الاجهزه. هذاك الشيء علاش جيت نوصيكم ردوا البال لجوده الإينوكس على تفاعل الرطوبه مع الإينوكس. الا ما كانش الجوده ديالو مزيانه او لا كانت الجوده ديالو ناقصه غادي تندموا عليه، حيت كيصدي. داكشي علاش بغيت نقول لكم بالنسبه لهذا اللون ديال الإينوكس او اللون الفضي ردوا فيه البال بزاف باش ما يكونش اللي الجوده ديالو ناقصه، باش ما يصديش لكم. نتمنى يكون الشرح واضح وتكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو. دابا غادي نخليكم مع جميع الانواع اللي عندهم ديال الثلاجات في هذا المحل.